الناس كانت بتسميها البرنسيسة. دعاء البنداري بنت منيا القمح، محافظة الشرقية، كانت بتمشي في الشارع تلفت الأنظار جمال وهدوء وابتسامة بريئة. في صيف 2023 دعاء دخلت التاريخ مش عشان جمالها، لأ، عشان ارتكبت جريمة من أبشع الجرائم اللي شافتها مصر. قتلت جوزها وخلت عشيقها يقطع جثته بإيده جوه شقة الزوجية، وسابت ريحة الدم هي اللي تفضحهم. دعاء محمد البنداري 29 سنة، متجوزة من حسام محمد عبد الستار 37 سنة، رجل أعمال في مجال التوريدات والمقاولات. كان ساكن معاها في شقة تمليك في منيا القمح، محافظة الشرقية. حسام كان بيحب مراته ودايما بيقول إنها نعمة من عند ربنا، بس الحقيقة كانت بتخونه من شهور مع شاب اسمه محمد رمضان، 32 سنة، شغال في نفس مجال الشحن والتوريدات، وكان شريك سابق لحسام جوزها في مشروع اتفك من سنة من تاريخ الجريمة. دعاء ومحمد رمضان اتعرفوا خلال زيارة لمحافظة الإسماعيلية. حسام جوز دعاء أخدها معاه وراحوا زيارة محافظة الإسماعيلية. قابل محمد رمضان، كان صديقه وشريكه، فالطبيعي مراته اتعرفت عليه وسلمت عليه، وقالت له إنها مش مرتاحة في حياتها وإن جوزها بيشك فيها على الفاضي ومخنوقة من العلاقة. الموضوع بينها وبين محمد اتطور، والعلاقة بينهم كبرت واتحولت من تليفونات للقاءات، ومن لقاءات لخطط قتل. دعاء قالت له حرفيا: أنا مش هستحمل أكتر من كده، هو مش بيفهمني ومش بحبه، وانت الوحيد اللي حسيته راجل بجد. محمد صدق وساب مراته وبيته وعياله، وبدأ يعيش في أوهام مع حب دعاء. دعاء ومحمد اتفقوا مع بعض إنهم يخلصوا من حسام، وحطوا الخطة كالآتي: دعاء تدي جوزها دواء منوم في العصير كل يوم وتضاعفه له تدريجيا. بعد كده في يوم التنفيذ محمد يدخل الشقة وقت ما حسام يكون غايب عن الوعي ويخلص عليه. دعاء اتفقت مع محمد بعد قتل جوزها يقطعوه ويحطوا الجثة في أكياس، ويا إما يدفنوه يا إما يسيبها هي تتصرف. وفعلا يوم 14 أغسطس 2023 الساعة 3 الفجر محمد دخل من باب الشقة اللي كانت دعاء فاتحاهوله. حسام كان مرمي على الكنبة غايب عن الوعي. محمد خنقه في فوطة مبلولة، ودعاء كانت واقفة بتقوله: خلص بسرعة قبل ما حد يسمع حاجة. وبعد أقل من 5 دقايق حسام مات. وبعد ما قتلوا حسام محمد سحبه على الحمام وبدأ يقطع الجثة بمنشار. كان بيحط الأجزاء في أكياس بلاستيك سودا ويكتم الصوت علشان الجيران، بس الريحة كانت أقوى من أي تخطيط. اليوم اللي بعده يوم 15 أغسطس الساعة 10 الصبح جارهم اللي ساكن تحتهم شاف مية بتنقط من السقف ومعاها ريحة بشعة. بلغ رجال الأمن. رجال الأمن اتحركوا على طول، راحوا الشقة لقوا دعاء قاعدة على الأرض شكلها منهار وحوالين منها دم في كل مكان. ودخلوا الحمام لقوا فيه منشار عليه آثار دم وكيس فيه رجل بني آدم. وفي المطبخ لقوا كيس فيه راس جوزها. تم القبض عليها وعلى محمد رمضان، والاتنين اتنقلوا لمركز شرطة منيا القمح. في التحقيقات دعاء أنكرت وقالت: أنا صحيت لقيت حسام مقتول ومحمد ما يعرفش حاجة. لكن بعد ما الشرطة واجهتها بالتسجيلات الصوتية ولقطات من كاميرات المراقبة انهارت وقالت: أنا عملت كده علشان بحب محمد، جوزي ما كانش بيحبني وكان بيضربني وخانقني، أنا كنت مخنوقة وتعبانة معاه. أما العشيق محمد رمضان قال إيه؟ دعاء كانت بتقولي إن جوزها بيهددها وبيضربها، أنا دخلت عشان أحميها مش أكتر، واتفاجئت بيه ميت. بس الأدلة الجنائية كانت أقوى من كلامه 100 مرة. المحاكمة كانت في شهر نوفمبر 2023. النيابة العامة أحالت الاتنين لمحكمة جنايات الزقازيق. المحكمة شافت الأدلة وسمعت الشهود، والأطباء أكدوا إن الضحية مات مخنوق والجثة متقطعة بعد الوفاة بدقايق.
وصدر عليهم حكم إعدام شنكر لدعاء البنداري ومحمد رمضان. القاضي قال كلام صعب يتنسي بعد النطق بالحكم. قال لهم: لم تأخذكم رحمة ولا إنسانية، فكيف نرحم من لا يرحم؟ دعاء اللي كانت الناس بتقول عليها ملاك طلعت شيطان. البرنسيسة سابت الفستان الأبيض ولبست البدلة الحمراء. وربنا يرحم حسام اللي اتقتل بأبشع طريقة على يد أقرب الناس ليه. اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.